قريبا الدولار في البنك سعره هيعدي 38 جنيه، والأربع سنين اللي جاية من أصعب السنوات على مصر، ده اللي توقعه بنك دولي عن اقتصاد مصر. والسؤال إيه الفايدة من تخفيض قيمة الجنيه؟ وهيحصل إيه للديون لو مصر نفذت التعويم الرابع للجنيه؟ بنك ستاندرد تشارتد البريطاني أصدر تقرير جديد خلال الأيام الأخيرة اتكلم فيه عن الاقتصاد المصري وركز على أكتر من نقطة مهمة. بس الصدمة الكبيرة لما توقع إن الدولار هيبقى ب 38 جنيه و40 قرش في البنك. ولو رجعت بالذاكرة لورا شوية هتلاقي إن مصر خفضت قيمة الجنيه 3 مرات بداية من 2022، لكن وحسب الشرق بلومبرج المستثمرين في الخارج شايفين إن قيمة الجنيه لازم تتراجع أكتر. أما بقى لو بتسأل إمتى سعر الدولار هيرتفع في البنك رسمياً، فالإجابة على السؤال ده بتختلف من توقعات وكالة للتانية ومن بنك للتاني. يعني مثلاً وكالة ستاندرد أند بورز متوقع ارتفاع سعر الدولار على نهاية يونيو اللي جاي، لكن بنك سيتي جروب استبعد تخفيض الجنيه قبل نهاية يونيو. والسؤال دلوقتي لو استجابت الحكومة للتوقعات دي ونفذت التعويم الرابع للجنيه، ايه اللي هيحصل في اقتصاد مصر؟ بنك ستاندرد تشارتد ما قدرش يحدد التأثير الإيجابي لو حصل تخفيض جديد في قيمة الجنيه، خصوصاً إن الوضع في العالم وفي الدول اللي حواليك متوتر جداً، والاقتصاد العالمي فيه مخاطر ممكن تأثر عليك في مصر. لكن لو تخفيض الجنيه شجع المستثمرين في الخارج على ضخ أموالهم في مصر، وخصوصاً المستثمرين من دول الخليج، تبقى دي ميزة لتخفيض الجنيه. بس في نفس الوقت ما تنساش إن تخفيض الجنيه ليه تأثير على حجم الديون في مصر، وتراجع قيمته أكتر أمام الدولار متوقع إنه يزود تكلفة الدين حسب الشرق بلومبرج. وصندوق النقد شايف إن حجم الدين المحلي في مصر في الحالة دي هيرتفع ل 100% من نسبة الإنتاج المحلي، وده بنهاية يونيو 2023 مقابل 91.6% في يونيو 2022. ولو رجعنا لكلام فخر الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، هنلاقي إن كل زيادة في سعر صرف الدولار بقيمة جنيه على مدار سنة بتكلف الدولة 2 مليار جنيه. وعلى فكرة بنك ستاندرد تشارتد ما تكلمش بس عن الدولار، لكن كمان كشف أرقام مهمة عن ديون مصر للخارج، وقال إن مصر مطالبة بسداد حوالي 25 مليار دولار سنوياً، وده لمدة 4 سنين جايين من 2024 ل 2027، ومنهم 10.3 مليار دولار لصندوق النقد وسندات باليورو قيمتها 6 مليار دولار. وحسب البنك البريطاني الأرقام دي كبيرة في ظل نقص واردات مصر من الدولار، علشان كده شايف إن الحل هو الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وفي المقابل سبق وأكد رئيس الوزراء إن مصر ملتزمة بسداد كل الديون اللي عليها وعمرها ما اتأخرت في سداد أي التزامات قبل كده. دلوقتي بقى قول لنا، هل شايف ارتفاع سعر الدولار لأكتر من 38 جنيه هيكون الحل للقضاء على السوق السوداء؟